بسم الله. اليوم تختتم فعاليات طبوريضة المنظمة في إطار مهرجان أسبوع الجمل. هذا المهرجان الذي يعد محطة أساسية وتظاهرة كبيرة تحتفي بها مدينة قلميم كل سنة. هذا الحدث يخلد الذكرى 12 تحت الرعاية السامية لجلالة الملك، وبمناسبة احتفالات الشعب المغربي بعيد العرش المجيد. الاختتام هو اختتام للتظاهرة الطبوريضة وبداية أخرى لأنشطة متعددة خصوصا على المستوى الفني، حيث ستشهد ساحة القسم ابتداء من اليوم وعلى مدى 3 أيام سهرات فنية كبرى تشارك فيها مجموعة من الفرق سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الوطني. نتمنى أن نوفق في هذه الاختيارات لكي نكون في مستوى الرعاية السامية لجلالة الملك لهذه التظاهرة. هذا الحدث ابتدأ من يوم 20 بمجموعة من الأنشطة التي تابعتموها، وخاصة الكرنفال الافتتاحي اللي كان يوم 20، وكذلك المعارض سواء الفلاحة أو ملتقى التجاري ريادة الأعمال أو واحة الصناعة التقليدية. وبالإضافة إلى أنه واستمرارا كما قلت لأنشطة المهرجان، غدا إن شاء الله على الساعة 6 مساء ستشهد فضاءات أو حلبة سباق الهجن قرب مطار قلميم، سباق للهجن اللز. هذا السباق تشارك فيه أكثر من 200 أو يشارك فيه أكثر من 200 جمل للسباق على مستوى أزوازيل والتنيان والتنيات والفحولة، يعني 4 أشواط، شوطين في صباحا وشوطين على مستوى مساء. سيكون هذا اللز أو هذه التظاهرة ديال السباق بمشاركة مجموعة من مهنيي وفناني ومبدعي هذا السباق الرياضي من مختلف جهات الصحراء. نتمنى أن يكلل هذا المهرجان بالنجاح والتوفيق الذي وأكيد أنه سيعزز بالتوفيق والنشاط، لأن وراءه لجنة مشتركة وموسعة ضمت جميع الشركاء والداعمين واللي اشتغلوا على مدى أسابيع من أجل تسطير هذا البرنامج الحافل الذي شهده أسبوع مهرجان أسبوع الجمل. تحية وتقدير لجميع الشركاء والداعمين، تحية للذين أشرفوا وساهموا في هذه التظاهرة، وعلى رأسهم السيد الوالي، السلطات المحلية، رجال الأمن، القوات المساعدة، الوقاية المدنية، الأعوان إلى غير ذلك من جميع الشركاء الذين لم يبخلوا على الجميع بمساعدتهم وانخراطهم في إنجاح هذه التظاهرة التي قلت على أنه تحت الرعاية السامية لجلالة الملك كما هو العادة بالنسبة للدورات السابقة. شكرا لجميع المنابر.